ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فضفضة جديدة في بينا كلام ودردشة جديدة احنا عايزين نتكلم فيها او انا عايز اتكلم فيها معاكم بصراحة. النهاردة انا كنت بزور حد يعني صديق ليا تعبان. ربنا يشفينا ويشفيكم يعني ويشفيه يا رب. فبدون دخول في تفاصيل يعني او الكلام كتير عن اللي هو فيه، هو يعني ما كانش قادر حتى يشرب بق المية، يعني بق المية هو مش قادر يشربه وحالته صعبة وطريقة إن يخش الحمام الموضوع صعب شوية ومش عارف إيه وكده. فربنا يشفيه ويعافيه يا رب يعني. فبعد ما خرجت من عنده وأنا يعني مروّح من عنده لغاية البيت كده، مش عارف دماغي سرحت شوية في النِّعَم اللي ربنا سبحانه وتعالى محطوطة حوالينا، والنِّعَم اللي عندنا نَفْسنا، وقد إيه إحنا بقينا ألفنا النعمة، يعني إحنا اتعوّدنا على النِّعَم لدرجة إن إحنا ما بقيناش حاسين بوجودها، أو حاسين بقد إيه النِّعَم دي مهمة في حياتنا، وإن إحنا لو اتحرمنا منها هنعاني، وإن إزاي إحنا طول الوقت مش واخدين بالنا إن إحنا في نِعَم كتير جدًا ربنا ادّاها لنا، بس إحنا مش واخدين بالنا. يعني فكرة إنّك لمّا تتزنق تقوم تخش الحمّام دي نعمة كبيرة أوي. لمّا بتجوع بتقوم تاكل، لمّا بتعطش بتقوم تمسك كوباية المَيّة وتشرب. دي نعمة أو نِعَم إحنا ألفناها، يعني لإن إحنا متعودين عادي أنا عطشان فاقوم أشرب، أنا جعان فاقوم آكل، مش فكرة النعمة إن أنت بتقوم تلاقي أكل في البيت، لأ هي نعمة إنك قادر تاكل أصلًا، إن شاء الله حتى لو قايم تاكل خياراية، هي دي النعمة. يعني مش هنخش على النعمة الأكبر إن أنت تفتح التلاجة فتلاقي أكل في البيت، أو إنك ربنا رزقك بإنك بتفتح تلاقي مَيّة كويسة تشرب فيها وفي غيرك مثلًا ما عندوش مَيّة، لأ مش ده اللي أنا باتكلم فيه، مش النِّعَم الكبيرة، أنا باتكلم على النِّعَم اللي إحنا مش حاسين بيها زي الأكل والشرب وإنك أقدر أخش الحمام، إني باصحى مثلًا الصبح أنزل أتمشى على رجلي وأروح مشوار مثلًا، أو إن أنا عندي القدرة إن أنا أقوم أتمرّن أو أروح الgym مثلًا. فدي نِعَم إحنا اتعودنا على وجودها. وعلى فكرة زي ما إحنا ألفنا النِّعَم، إحنا ألفنا المعاصي برضه بُصّوا أنا مش شيخ ومش باجعلص الموضوع، أنا بس بافكّر معاكم بصوت عالي في اللي أنا فكّرت فيه. حاسس إن الكلام ده ممكن يكون فعلًا برضه في ناس محتاجة تسمعه زيي. أنا فاكر أحمد مكي لمّا كان جاله بعد الشر يا رب عن أي حد، لمّا كان جاله مرض في الطحال، كان بيقول لك: "أنا بُق المَيّة مش عارف أشربه، يعني أنا لمّا باشرب المَيّة باتوجع، فما باقدرش أشرب المَيّة." فقد إيه دي نعمة صغيرة أوي ربنا مدّيها لك كده، اللي هو مجانًا. أنت مش إنك أصلًا في نَفَس خارج ونَفَس طالع، إنك قادر تتنفّس أصلًا، دي نعمة. صوابعك اللي بتقدر تحرّكها دي نعمة. يعني إحنا مش حاسين بيها لإنها هي حاجة يومية. فإحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا آلفنا النعمة، إحنا خلاص بقت حاجة حياتية، فما بقيناش حاسين قد إيه هي نِعَم كبيرة أوي ربنا مدّيها لنا، إلا بجد لمّا تقعد مع حد مش قادر يعمل اللي أنت قادر تعمله. أنا فاكر قصة في التراث كده كنت باحب أسمعها أوي وأنا صغير، واتحكت لي وأنا صغير، وكنت باضحك عليها جدًا وأنا صغير، بس لمّا كبرت اكتشفت إن القصة دي وراها معاني كتير أوي. كان بيقول لك إن زمان كان في ملك ما في دولة ما يعني عربية، كان عنده أخوه من اللي هم الدراويش، اللي هم المتدروشين. فكان أخوه ده بيمشي يلف في الشارع، فكان لمّا بيروح له فبيدّي له عُملة، العُملة اللي كانت وقتها يعني عُملة ذهبية بقى أو أيًا كان يعني، فبيدّي له العُملة ويقول له ادعي لي دعوة. فكان بيقول له إيه، كُل وخُش الحمام ويمشي. فييجي تاني يوم يدّي له عُملة، يروح قايل له إيه، كُل وخُش الحمام، اللي هو ربنا يسهّلها لك يعني بعد الأكل ويمشي. ومرّة في التانية في التالتة في الرابعة، فالراجل اتضايق، يعني اللي هو إيه الدعوة الهبلة دي، يعني أنت بتدعي لي بتقول لي إيه اللي كُل وخُش الحمام يعني، ما تدعي لي حاجة كده يعني. فلمّا جه له في مرّة، فجه يدّي له العُملة، فبيقول له كُل، قال له باقول لك إيه، ما أنت مش كل شوية تقعد تقول لي كُل وخُش الحمام، ما أنا باكل وبادخل الحمام، ادعي لي دعوة عِدلة يعني. فقال له خلاص، كُل وما تخشش الحمام. وخد العُملة ومشي. الغريب بقى إن الراجل بعد كده لمّا جه اتزنق ويخش الحمام، مش عارف يدخل الحمام، مش متسهّلة معاه خالص، يخش مش عارف، مرّة في التانية في التالتة الراجل هيطرشق، الراجل هيفرقع من جنابه، ما بيخشش. فقال لك اقلبوا الدنيا على أخويا يعني هاتوه، أخوه اختفى بقى، فقعد يوم والتاني والتالت الرابع، الراجل مش قادر، لغاية ما جابوا أخوه.
فقال له: "بُص، أنا مستعد أعمل لك أي حاجة، يعني أنا مستعد أدّيك حتى نُص الفلوس اللي معايا، أدّيك كل الفلوس، بس قُل لي إن أنا أدخل الحمام، يعني ادعي ربنا كده إن يخلّيني أعرف أدخل الحمام." قال له: "ماشي، كُل وادخل الحمام." فبعدها الراجل عرف يعني إيه يدخل الحمام وكده، فلمّا طلع له فبيقول له: "أنا مستعد أدّيك اللي أنت عايزه." قال له: "تدّيني إيه؟" وراح ماسك العصاية اللي هو ماسكها وراح قالبها كده، فنزّل كمية الفلوس اللي كان بياخدها منه أو العُملا هو كان كل عُملة بيخزّنها أو بيعينها في العصاية دي يعني، قال له: "مش محتاج فلوس." بس هي الفكرة إن فعلًا النعمة أنت ما بتحسّش بيها إلّا لمّا بتتحرم منها، نعمة الصحة لمّا تلاقي نفْسك مرمي على السرير بشوية كُحّة أو شوية برد، مش عارف فاكرين أنتم المَلِك اللي كانت دبانة دخلت في ودانه ودخلت في دماغه كانوا بيضربوه بالجزم علشان كان مش عارف اسمه النمرود تقريبًا والّا إيه، مش فاكر والله، لمّا الدبانة دخلت ودانه كانوا بيضربوه بالجزم والأباقيب علشان الدنيا تهدى، وبالتالي إحنا عايشين في نِعَم كتير أوي، أوي مش حاسين بيها ومش حاسين قد إيه ربنا مدّينا فرصة إن إحنا نستمتع بحاجات كتير جدًا، ولكن إحنا بنحب دايمًا نبُص على نُص الكوباية الفاضي، اللي هو أنا عندي إيه وأنا مش عندي إيه. هاقول لكم على حاجة والقناعة دي أنا لسه حاسس بيها قريب، بجد والله. كل بني آدم أنا كنت باسمعها دايمًا، إن كل بني آدم متوزّع عليه الرزق بتاعه 24 قيراط، فأنت مش هتاخد أكتر من الرزق اللي متوزّع لك ومكتوب لك. بس هي المشكلة إن إحنا طول الوقت بنبُص على اللي ناقصنا، لإني زي ما أنا قُلت لكم إحنا ألفنا الموضوع، أنت لو راجل غني ومعاك فلوس ومعاك عربيات وناجح ومتجوّز جوازة حلوة جدًا، بس ربنا رزقك إنّك ما بتخلّفش مثلًا زي ما بنسمع طول الوقت، فكرة إن أنت بقى هتسيب كل اللي عندك ده وهتفضل تقول إيه، أنا ما باخلّفش. أنا ما باخلّفش، أنا نِفْسي أخلّف، ليه يا رب حرمتني من الخلفة؟ طب ما تبُص يا أخي على باقي النِّعَم، ماشي هو الإنسان دايمًا بيبُص على اللي ناقصه، ولكن ما أنت في نِعَم كتير، في حين إن في واحد تاني مخلّف وعيشته مرتاحة وراضي وكل حاجة، بس الفلوس مش بعافية شوية، فده اختبار برضه من ربنا ليك، هي الفكرة إن هي متوزّعة، بس متوزّعة إزاي مش بتاعتك، فكرة إنّك تفتح باب الشقة تلاقي أبوك وأمك أو والدتك بترن عليك أو والدك بيرن عليك، دي نعمة كبيرة جدًا على فكرة، في كتير محروم منها. فكرة إنك بتعرف تخرج تروح لجدتك اللي تاخدك في حضنها على يعني أنا مثلًا واحد أنا عمري ما حسيت لإني أنا من وأنا صغير جدي وجدتي من الناحيتين متوفيين، فمثلًا عمري ما حسيت بيها، بس لمّا باقعد أسمع الناس وهي بتتكلم، ده أنا كنت عند تيتة، ده أكلتني، ده شربتني، ده مش عارف ده حضني، ده ادتني، ده حمتني من أمي والكلام ده كله، أنا ما عشتش الجو ده، بس عشت مع أب وأم وأهل كويسين، فدي نعمة كبيرة جدًا برضه أنت ما يعني ما تسيبش دول بقى وتمسك في حاجة تانية. فدايمًا بُص على اللي عندك، واحمد ربنا على النِّعَم اللي أنت بتاخدها، وفكّر في كل نعمة أنت بتتحرّك بيها أو عندك، هتكتشف إن أنت عندك نِعَم كتير أوي، 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 أوي فوق ما تتخيّل. يا رب يا رب يكون الفيديو ده حاجة تفكّرني أنا قبلكم بالموضوع ده، لإني فعلًا الموضوع ده بجد مهم جدًا، و والنهارده فعلًا وأنا ماشي من عند صاحبي اكتشفت إن إحنا كُلّنا أو أنا كأشرف مصدّق إن الدنيا عادي، ده أنا عطشان يا جماعة باقوم أشرب، ده أنا جعان باقوم آكل، كده يعني. يا ريت يكون حد كان محتاج يسمع الكلام ده، يا رب أكون باقول حاجة أصلًا تفيد حد في أي وقت أو في أي فيديو من اللي أنا باعمله. شكرًا ليكم إن أنتم بتسمعوني لغاية دلوقتي، وشكرًا ليكم إن أنتم بتسمعوا الفضفضة والدردشة اللي أنا باحب أعملها معاكم، أنا بجد باحب أتكلم معاكم، أفتح الكاميرا وأتكلم بدون ما أفكّر حتى وبدون script. فشكرًا ليكم جدًا، وشكرًا ليكم أكتر من الدعم، ويا ريت لو الحلقات بتعجبكم ما تحرمونيش من اللايك والشير subscribe عشان نكبر مع بعض ونفضفض أكتر مع بعض. أشوفكم في فضفضة جديدة ودردشة جديدة، أشوفكم على خير، السلام عليكم.